السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل الكتكوت الكروشيه ده. هو ده شكل الكتكوت، وان شاء الله طريقته تكون سهلة علينا وما تاخدش مننا وقت طويل، ومش هطول عليكم، ويلا بينا نشوف الأدوات. هي دي الأدوات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة عندي هي الخيط. انا في الفيديو ده مستخدمة خيط قطيفة، لكن انتوا براحتكم خالص، ممكن تستخدموا اي خيط تاني انتوا حابينه. برضو هحتاج ابرة كروشيه، واهم حاجة ان الابرة تكون نفس مقاس الخيط، والابرة اللي انا مستخدماها مقاسها 5 مليمتر. وبرضو هحتاج عيون، ولكن لو انتوا معندكوش العيون دي ممكن تستخدموا خيط اسود. وهحتاج مقص علشان اقص بيه الخيط. وبرضو هحتاج حاجة اعلم بيها بداية او نهاية الدور. وهحتاج إبرة علشان أخيط بيها الكتكوت أو البطة بتاعتنا. وهحتاج حشو علشان أحشي بيه الكتكوت، ويلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة هبدأ بإني أعمل الجسم. وعلشان أعمل الجسم أول حاجة هعملها هي إني هعمل 6 غرز حشو جوا دايرة سحرية. أنا هنا مستخدمة خيط قطيفة، وبالخيط القطيفة بفضل إني أعمل دايرة سحرية بطريقة السلسلتين. وهي إني هعمل عقدة منزلقة، وبعد كده هعمل 2 سلسلة. وفي تاني سلسلة من الإبرة هتعامل معاها على أساس إنها الدايرة السحرية، وهعمل جواها 6 غرز حشو. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت أول غرزة حشو جوا الدايرة السحرية. هعمل كمان 5 غرز حشو جوا الدايرة. كده أنا خلصت الدور الأول، والمفروض في آخر الدور الأول يبقى عندي 6 غرز حشو جوا دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي. هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده أبقى عملت زيادة. وهفضل أعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت. والدور التالت عبارة عن غرزة حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التالت، ودلوقتي هبدأ الدور الرابع. والدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو بعد كده زيادة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الرابع يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الرابع، ودلوقتي هبدأ الدور الخامس. والدور الخامس عبارة عن 3 غرز حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو،
في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية اخر الدور، اني هعمل 3 غرز حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في اخر الدور الخامس يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور الخامس، ودلوقتي هبدأ الدور السادس، والدور السادس عبارة عن 4 غرز حشو وبعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة برضو هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل 4 غرز حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور السادس يبقى عندي 36 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السادس، ودلوقتي من الدور السابع للدور ال14، يعني 8 أدوار، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، ومش هعمل أي زيادات. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في ال8 أدوار اللي جايين من الدور السابع للدور ال14. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 36 غرزة. هخلص ال8 أدوار دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال14، وهو ده شكل الكتكوت لحد دلوقتي. وقبل ما أكمل هركب العيون. هركب العيون ما بين الدور التاسع والدور العاشر، حوالي 7 غرز ما بين بعض. وبعد ما اتأكد من مكان العيون هركب الظهر بتاعها. وزي ما قلت لو انتوا ما عندكوش العيون البلاستيك دي، ممكن تستخدموا خيط اسود علشان تقدروا تعملوا بيه العيون. دلوقتي هبدأ الدور ال15، والدور ال15 عبارة عن 4 غرز حشو وبعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخليه غرزتين حشو غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 4 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال15 يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال15، ودلوقتي هبدأ الدور ال16، والدور ال16 عبارة عن 3 غرز حشو وبعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 4 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال16 يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال16، ودلوقتي هبدأ الدور ال17،
والدور ال17 عبارة عن غرزتين حشو وبعد كده تناقص. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو إني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزتين حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال17 يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال17، ودلوقتي قبل ما أكمل هبدأ أحشي الكتكوت بتاعي. وبعد ما احشي الكتكوت هبدأ الدور ال18، والدور ال18 عبارة عن غرزة حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو إني هخليه غرزتين حشو وغرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال18 يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال18، ولو انتوا حابين قبل ما تكملوا ممكن تحشوا الكتكوت بتاعكم كمان شوية. ودلوقتي هبدأ الدور ال19، والدور ال19 عبارة عن تناقصات الدور كله. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل تناقصات لغاية نهاية الدور ال19. المفروض في آخر الدور ال19 يبقى عندي 6 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال19، وبكده أبقى خلصت جسم الكتكوت. وعلشان أقفل الجسم هشيل علامة اللي أنا حطاها، وبعد كده هعمل غرزة منزلقة، وهقص الخيط وهسيب كمية من الخيط أقدر بيها إني أقفل جسم الكتكوت. وهشد الخيط بالشكل ده. وعلشان أقفل الجسم هجيب الإبرة بتاعتي وهدخل الخيط جوه الإبرة، وبعد كده هعدي الإبرة على ال6 غرز دول. وبعد كده هشد الخيط علشان الخرم يقفل،
ولو انتوا عايزين تتأكدوا ان احنا قفلنا الجسم كويس، ممكن تعدوا الإبرة ما بين الغرز. بعد كده في الآخر هدخل الإبرة جوه جسم الكتكوت وهطلعها من أي حتة، وبعد كده هقص الخيط. وبكده أنا خلصت جسم الكتكوت. دلوقتي هعمل الإيدين، وعلشان أعمل الإيدين أول حاجة هعملها هي إني هعمل 4 غرز حشو جوه دايرة سحرية، وهنا برضو هستخدم طريقة السلسلتين وأنا بعمل الدايرة السحرية. وكده أنا خلصت الدور الأول، والمفروض في آخر الدور الأول يبقى عندي 4 غرز حشو جوه دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده أبقى عملت زيادة، وهفضل أعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 8 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت. والدور التالت عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور التالت. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 8 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده انا خلصت الدور التالت، وبكده ابقى خلصت الايد. فهشيل العلامة اللي انا حطاها، وبعد كده هعمل غرزة منزلقة، وهقص الخيط وهسيب كمية من الخيط اقدر بيها اني اخيط الايد على جسم الكتكوت، وهشد الخيط بالشكل ده. وكده انا خلصت اول ايد. هعمل كمان ايد بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الايدين، ويلا بينا دلوقتي نعمل بق الكتكوت. علشان اعمل البق اول حاجة هعملها هي اني هعمل غرزتين حشو جوه دايرة سحرية، كده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي غرزتين حشو جوه دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، وارجع اقول ان الزيادة هي عبارة عن غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده ابقى عملت زيادة، وهفضل اعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. والمفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 4 غرز. كده انا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت. والدور التالت عبارة عن غرزة حشو بعد كده زيادة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة.
وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو، بعد كده هعمل زيادة، والمفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 6 غرز. كده أنا خلصت الدور التالت، وبكده أبقى خلصت البق. علشان كده هشيل العلامة اللي أنا حطاها، وبعد كده هعمل غرزة منزلقة وهقص الخيط، وهسيب كمية من الخيط أقدر بيها إني أخيط البق على الكتكوت، وهشد الخيط بالشكل ده. ويلا بينا دلوقتي نخيط الكتكوت بتاعنا. أول حاجة هخيطها هي الإيدين، وهخيطهم ما بين الدور ال11 والدور ال12. وكده أنا خيطت الإيدين، ويلا بينا دلوقتي نخيط البق. هخيط البق ما بين الدور العاشر والدور ال11، بالظبط ما بين العيون. كده أنا خيطت البق، ولو انتوا حابين ممكن تعملوا للكتكوت خدود. هعمل الخدود باللون البينك أو الوردي، وهعملها دور تحت العيون حوالي غرزة بعيدة عن العين. وبكده أبقى خلصت الكتكوت.
يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو في اي اسئلة عندكم ممكن تكتبوها في التعليقات وانا هحاول بقدر الامكان اني ارد عليها. لو في اي حاجة تانية انتوا حابين تعملوها ممكن برضو تكتبوها في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها. لو عملتوا الكتكوت ده ممكن تحطوه على الانستجرام او على التيك توك وتعملوا لي منشن، احب جدا اني اتفرج على ابداعاتكم. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وهشوفكم المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.